عندك بطاطا في الدار وما عرفتيش واش ديري بها؟ هذه الوصفه ليك. مقرمشه من برا وطريه من الداخل، كروكات البطاطا ولا دونات البطاطا بطريقه جديده اقتصاديه وناجحه 100%، وما راحش تندمي عليها. والاهم من هذا انه تنجح معاك من اول مره. اذا عجبتكم الوصفه لنهار اليوم ما تنسونيش بالاشتراك في القناه ليصلكم كل ما هو جديد، وتعليق حلو كيفكم مع اعجاب للفيديو ليوصل اكبر عدد ممكن من الناس. تبعوا معايا الوصفة للنهاية. نقولوا بسم الله ونبداو في وصفتنا لنهار اليوم. نحتاج فيها 4 حبات بطاطا كما راكم تشوفوا، ولا 3 حبات يكونوا كبار. نقطعهم مربعات ونديرهم ويفور. ما نديروهمش يطبخوا لانه لو كان نطبخوهم يشربوا هذاك الماء اللي نطبخوهم فيه، على هذا من الافضل انه نفوروهم اكيد بعد ما نملحوهم. انا درت برك هادو 3 حبات قطعوا لي 12 حبه تاع دونات ولا 12 حبه تاع كروكيت. هنا بعد ما البطاطا تاعي فارت لي نجيبوا الاشوار، لانه رانا رايحين نديروا كل شيء في الاشوار باش نسهلوا العمليه. ونضيفوا باقي المكونات. انا هنا عندي 2 حبات بصل ولا حبه بصل كبيره كنت كرملتها فقط في الزيت، وكي طابت درت لها الملح ما نديروش من البديه باش يحمر لنا البصل تاعنا. نزيد عليها المعدنوس والحبه تاع البيض باش يجينا الخليط تاعنا سائل شويه، ماناش نحوسوا عليه يكون ناشف. نص مغرف صغيره موطارد مع قوطي تاع طون تاع زيت نحيلو الزيت تاعو. لازم نحولو هذاك الزيت باش الدونات تاعنا ما يجوناش مزيتين بزاف. بعد ما نحينا له الزيت نزيدوه للخليط تاعنا. الوصفه هذه ما تديناش الوقت بزاف، وفي نفس الوقت تجي لذيذه ومختلفه على المعقوده اللي كنا نديروها. يعني كشغل هذه معقوده مكمله قرايتها. نزيدو نص مغرفه صغيره فلفل الاحمر، ونص مغرفه صغيره فلفل الكحل، ومغرف تاع شابلور هذه كنت خدمتها معكم في فيديو لوحدها. نطحن كل شيء مع بعض حتى يتخلطوا لنا كامل هذو المكونات، ويكون الخليط تاعنا سائل شويه ما يكونش ناشف بزاف. كما قلت لكم الوصفه هذه سهله في التحضير تاعها، والمكونات تاعها بسيطه موجوده في كل بيت، ما فيها حتى حاجه مكلفه. ندير الخليط تاعي بعد ما طحنته في لابوش باش يعاوني في الخدمه. ونجيب المول تاع الدونات اللي راني راح ندير فيه. انا درت فيه هذا المول اللي فيه 12 حبه. انتيا من الافضل اذا كان عندك المول تاع السيليكون ديري فيه افضل، لانه يساعدك باش من بعد كي يجو ديموليهم. ولا تقدري ديري في المول تاع الدونات اللي كل وحده لوحدها اللي ما يجوش مع بعض. انا كان متوفر عندي هذا اللي فيه 12 وحده درت فيه. كما قلت لكم 3 حبات تاع البطاطا داروا لي 12 حبه بالحساب. هنا بعد ما سقمتهم نروح نديرها في الكونجيلاتور حتى وين نشوفوا هذيك البطاطا تاعنا تجمدت. بعد ما تجمد نجي نديمو ليها من مولها كما راكم تشوفوا. انا كنت درت له الزيت ما يلصقليش، يعني هذاك المول تاعي درت له كامل الزيت، بعدها درت فيه الخليط تاع البطاطا باه كي نجي نحيهم كما راكم تشوفوا ما يلصقونيش، نحيهم بكل سهوله ما يغبنونيش لانه راهم جامدين. وهادو بعد ما نحيتهم كما راكم تشوفوا ودروك نجي نقليهم. نحتاج الفرينه اللي راني راح نرمد فيها، والبيض اللي كنت درت له رشه تاع ملح وضربته، والخبز مطحون ولا الشابليغ اللي كنت خدمتها معاكم منكها بالفلفل الاحمر وبالكركم، تجي افضل من المشريه. نغطس الدونات تاعي في الفرينه هي الاولى، بعدها نديرها في البيض ونفوتها في الشابليغ. لازم هذاك البيض ما يبقاش كامل يبان، وهذيك الفرينه والبيض ما يبقاوش كامل يبان. نفضها من الزياده ونحطها على جهه، نرمدهم كامل في الفرينه والبيض والشابليغ باش من بعد كي نجي نقلي يجيني سهل. ما نبقاش ندير بالحبه ونقلي نغبن، لا نرمدهم كاملين نحطهم في طبسين نخليهم على جهه، بعدها نبدا نقلي. وهذه الكميه تاعنا بعد ما رمدناها في الفرينه والبيض والشابليغ، نجيبوا المقله تاعنا اللي يكون فيها الزيت حامي. هنا الكميه تاع الزيت تكون قويه باش كي نحطوا الحبات تاع الدونات تاعنا يتحمرونا من كامل الجهات. نديروا الدونات تاعنا يتقلاو ونخلو بينهم فراغ ما يلصقوش مع بعضهم كما راكم تشوفوا. نقلوهم من الجهه الاولى ونزيدوا نقلوهم من الجهه الثانيه. جاو حمرين فقط بهذاك الخبز اللي خدمته معكم ولا الشابليغ اللي خدمتها معكم، بلا ما نضطر نشري هذيك لا شابليغ اللي راهي تتباع. نحمروهم من الجهتين، بعدها نديروهم فوق الورق الماس باش ينشفوا لنا من الزيت ونقدموه. كي نبداو نقلبوا فيهم ولا نبداو نحو فيهم كما راكم تشوفوا تكون بالمغرف
ماشي بالفرشيطه، لانه لو كان نقلبوهم بالفرشيطه رايحين يتثقبوا، تخرج منهم البطاطا وتوسخ لنا الزيت تاعنا وما يجيش الشكل تاعهم كما راكم تشوفوا. الدونات تاعنا بعد ما وجدوا يجونا مقرمشين من برا وطريين من الداخل. انا قدمتهم مع كيمه الجبن، وانتم تقدروا تقدموهم مع طبق رئيسي كيما الزيتون ولا الجلبانه. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، مع السلامه.